كل حيوان مفترس له ناب أو مخلب يفترس به يعتبر محرما. هذه اثنين. تحرم الحشرات، ونقصد بالحشرات الحيوانات الصغيرة التي تعيش عادة في الجحور. ابدأوا من الأرنب والفار وما بعدهما الأصغر منهما. الأرنب حرام. ممكن واحد يقول ليش حرام؟ لأن فيه نص روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام تدل على أن الأرنب محرم. لا واحد يقول والله الأرنب تحيض فصارت حرام، لأن إذا قلت لك حيض يقول لك هو الذكر ما يحيض، الأرنب الذكر هو ما يحيض. احنا لا نجيب علة من كيفنا. النص قايل الأرنب حرام، ليش ما ندري. مثل ما الفار حرام، الفار ليش حرام هم ما ندري. القط ليش حرام ما ندري. الحرام والحلال الشرع يعينهم. احنا ما لا نعرف العلل والملاكات التي دعت الى تحريم شيء او تحليله. الارنب محرم، الفأر محرم، الخنافس، الحيات، العقارب، الذباب، البق وما شاكلها، الديدان، كل هذا محرم. الديدان بكل أقسامها، كبيرها صغيرها. اخذوها قاعدة: الحشرات عموما محرمة باستثناء الجراد هم حشرة. هنا ما راح نتحدث عن الجراد له حساب ثاني يجينا، لأن احنا بعدين راح نتكلم عن الطيور والحيوانات التي تطير. باعتبار الجراد يطير راح نتحدث عنه مستقلا.